يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على قلوبكم الطيبة الجميلة. جايبه لكم طبق بطاطس كده ناكله الصبح مع اي اكلة. تمام. ناكله وسط الغدا كده، حاجة نحدق بيها لذيذة كده. المهم طبق بطاطس مخلل من الاخر، ومكوناته على قد ايدينا وحاجات بسيطة. تعالوا نشوف المقادير. معايا ايه؟ معايا بطاطس، تمام، مكعبات انا سلقاها 3/4 سلقه، يعني فاضل لها دقيقتين 3 كده وتستوي. تمام، عشان اعرف اخرطها وتطلع مكعبات بالشكل ده. تمام. وبحط عليها سنه ملح كده وهي بتتسلق. وبحطها كمان مش مقشره، بحطها بقشرها وبعدين بقشرها واقطعها بالسكينه. القشره بتطلع في ثانيه معايا. تمام. معايا بقدونس، تمام، ربطه بقدونس حلوه. معايا عصير ليمون على سنه خل. حلو. ومعايا معلقه كمون كبيره، سوري يا ربي، معلقه توم كبيره. معلقه توم كبيره. ومعايا قرنين فلفل رومي، دول على قد حبه البطاطس اللي انا عاملاهم. ومعايا فلفل حار. ومعايا كاري، نص معلقه من الكاري، ماشي، او الكركم اللي موجود عندك عشان يخلي اللون مختلف. ومعايا سنه ملح، ما بحطش توابل اكتر من كده. وسنه كمون لو حبه، بس مش عايزين اكتر من كده. ليه؟ عشان طعم الثوم والبقدونس بيدي حاجه تحفه. طبعا معايا الكبه بتاعتي اهو. نزلت الفلفل، البقدونس، معلقه الثوم الكبيره، معلقه ثوم كبيره. وهننزل بالليمون وسنه الخل. تمام. حبه كركم او كاري المتاح، بس بيغير لي اللون. تمام. وسنه ملح وسنه كمون لو عندك. بس مش هنحط فلفل اسود، ليه؟ لان احنا حاطين فلفل حار. لو مش هتحطي فلفل حار حطي حبه فلفل اسود صغيره وبس. وهنعمل ايه يا ست البنات؟ اضربي في الخلاط. ده كل الموضوع بتاعنا. سوري، اضربي في الكبه اهو. وخلصنا الخلطه بتاعتنا. بصي، هتاكلي حبه بطاطس مخلله بجد حكايه، والله حكايه. طعمهم خيال. انا صورته في القناه. تمام. عجبهم جدا، عجبهم فعلا جدا جدا جدا. فقلت لازم اصوره في البيت بقى في ثواني. بصي، في ثواني حطيت البطاطس تتسلق. تمام. سيبيها براحتها بقى نص ساعه على النار متوسطه، وسيبيها تقشريها يا ست البنات، وتعملي الخلطه البسيطه السهله دي في دقيقه واحده. دقيقه واحده، ما تصعبيش على نفسك الحاجه. وهتاكلي احلى حبه بطاطس ممكن تعمليها. طبق بطاطس الاخر من الاخر. البقدونس اهم حاجه، كزبره لا. الوصفه دي بقدونس. دقيقه في الكبه فرمنا الخلطه بتاعتنا. بصوا، توابلنا بسيطه جدا جدا، ريحتها فظيعه. هنحط حبه زيت مع بعض. ننزل كده في معدل معلقتين زيت، حبه زيت بس صغيره جدا، ماشي. وتقلبي بقى. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب البطاطس اهي، وهننزل بالخليط بتاعنا السهل البسيط جدا جدا جدا. الليمون والخل ريحتهم تجنن مع الثوم يا جماعه. بصوا، سنه الكاري او الكركم بيدي لون، واحنا ده اللون اللي احنا عايزينه للبطاطس بتاعتنا. وقلبي يا ستي البنات. على فكره انا بعمل لكم الحاجه بامانه عن تجربه، يعني انا لولا بجرب الحاجه في بيتي لولا بعملها معاكم. وفي كمان وعدتكم على القناه، الناس اللي متابعانا على السي تي في، هنعمل المانجا المخلله. قالوا لي يا شيف في مانجا مخلله؟ في ناس كتيره كمان بتعملها وعجبهم جدا. فانا برضو هعملها معاكم ان شاء الله، هتعجبكم جدا جدا جدا. وبتخلليها وبتقعد في البرطمان وقت طويل براحتك. بصوا شكل البطاطس اتغير ازاي، بصوا بجد. وسيبيهم بقى ساعه ساعتين يطعموا من بعض، وتاكلي يا ست الناس احلى حبه بطاطس. احلى حبه بطاطس مخلله يا ناس، يا عسل البطاطس وسط. بصوا بجد، بصوا الشكل يا جماعه، بصوا الشكل. انت حطاه كده على السفره وقدمتيه مع الفطار مع الغداء، بجد ريحتها تجنن، ريحتها تحفه تحفه. اعملي البطاطس وجربيها. بصوا الشكل، بصوا الحلاوه.
سريعه كده، انا طولت في الكلام بس عشان الفيديو قصير، فقلت يعني اتكلم معاكم شويه. بصوا بجد تحفه ازاي، تحفه. اعملوه وجربوه، متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا غاليين، وبألف هنا. باي.